المحمودية بلد الأصالة والبساطة والناس الطيبة، عروس البحيرة، عروس النيل. غنوا لها زمان وقالوا في المحمودية جدنا روى بدمه أرضها، فاس امتنت من غلبها وبعضمه كمل حفرها. يا محمودية والنبي خليكي شاهدة على اللي فات. غنوا لها وقالوا لو ألف الدنيا زيك مش هلاقي، يا ام شال اخضر ونيل فارد سوائي. ده انت حب وحب كبير يا محمودية. المحمودية عروس النيل وعروس البحيرة، المحمودية برموزها وناسها الطيبين، المحمودية بكل حاجة فيها حلوة. في برنامجنا ده هنستضيف كل اسبوع ابن من ابناء المحمودية يحكي عنها ويحكي عنها زمان وذكرياته مع المحمودية زمان. هنستضيف النهاردة الأستاذ اللي معانا النهارده ابن البلد، ابن المحمودية. ابن البلد النهارده كلمته مصير، ساعات تفرح وكتير ساعات تحزن بس الغير. ابن النهارده في ايده ميزان، ابن النهارده انسان فنان، ابن النهارده مستشار. معانا النهارده سيادة المستشار سامح عبد الله، رئيس محكمة الاستئناف بالاسكندرية ومحاضر بكلية الحقوق جامعة اسكندرية. تحياتي لك يا سيادة المستشار، وشرفتنا النهارده. انا اللي اتشرفت. البرنامج النهارده ذات تشريف الحضور. انا اللي اتشرفت بحضرتك. الله يخليك. بداية كده احنا دايما بنسأل الضيف عن السيرة الذاتية بتاعته، فأنا هسألك وأقول لك من هو المستشار سامح عبد الله؟ خلينا نتكلم عن سامح عبد الله. تمام. اول يعني سامح عبد الله يعني نشأ كلها هنا، تكوين شخصيته معظمه هنا. مواليد المحمودية. اتعلم في ابتدائي واعدادي وثانوي. تأثرت معظم تجاربي الفنية كلها هنا. معظم الأشخاص اللي هم أثروا في حياتي كلهم هنا، فهو الجزء الأكبر من تكوين الشخصي وتجاربي موجود هنا. هنا الجذور زي ما بيقولوا، أصل النشأة، الصداقة، التعليم، السنوات المهمة جدا اللي هي بتمثل أهم السنوات في تاريخ عمر الإنسان. السنوات الأولى اللي هي حتى قال عليها علماء النفس، السنوات الأولى دي بتمثل هي المرحلة الأولى من تكوين شخصية وهي اللي بتعكس شخصيته. يعني كمان يعني لو اتاح لنا الفرصة إن هنتكلم حتى عن نشأة الشخصية. تمام. هنلاقي إن السنين الأولى في عمر أي إنسان هي بتمثل تقريبا صورته بعد كده. يعني النشأة الأولى، التجارب الأولى زي ما قال علماء النفس، هي بالظبط هي اللي بتمثل التجارب الأخرى. في المرحلة ديت، مرحلة الابتدائي والإعدادي بقى، والمرحلة اللي هي النص التعليمي. تمام. لو طلبت منك انك انت تذكر لي اصدقائك، زمايلك، الناس اللي يعني معظم الاصدقاء اللي كانوا معاك، يعني طبعا ما بطلبش كلهم، اكيد مش هتعرف يعني انا كنت ادبي، ففي اصدقاء كنا ملازمين بعض لحد ما فرقنا بقى الجامعه بقى فرقت القسم الادبي والقسم العلمي. ففي اصدقاء كتير يعني. فبس انا يعني طالما حضرتك يعني طرحت عن موضوع الاصدقاء، فانا في ذهني حالا جاء في ذهني حالا الدكتور احمد مسعود الله يرحمه. الله يرحمه. فانا يعني هو سؤال كان من الشخصيات المحبوبه جدا. ما اعرفش حضرتك تسالني السؤال ده طبعا خالص، ولا فيه تركيز ولا اعداد يعني قصدي. لكن هو للوهله الاولى لازم اتكلم على الدكتور احمد مسعود لاسباب كتير يعني. من ضمنها اسباب شخصيه، لان هو الدكتور احمد مسعود هو كان بيعالج والدته في فتره من الفترات. تمام. وليه عباره قالها لي انا مش ممكن انساها ابدا. انا موجود في اسكندريه يعني لظروف عمل وكده، فقال لي ما تقلقش انا موجود كانك انت بالظبط. الله. فهذه عباره مش ممكن انساها ابدا من الدكتور احمد مسعود الله يرحمه. هو كان زميل دراسه؟
طبعا آه. دفعه واحده، تمام. بس هو طبعا دخل علمي. دخل علم ودخل طب. بالظبط. تمام. يعني لا انا بتكلم في مرحله الاعدادي والثانوي. طبعا كان من الاصدقاء المقربين ليك. طبعا طبعا طبعا. الله يرحمه. فيعني من ضمن يعني العلامات اللي انا مش ممكن انساها يعني، وهو يعني هو سيرته كانه بالظبط موجود معانا. الله. يعني عمر الانسان المادي مش مهم. اكيد. عمر الانسان المادي مش مهم، المهم عمره الروحي، وهو عمره الروح ممتد معانا حتى الان. الله يرحمه ويحسن اليه. فانا طالما حضرتك كلمتني على الاصدقاء وكده فجعلني ان انا يعني اختص. وانت ذكرت شخصيه الكل يعني جامع على حبه ليها يعني. حقيقي. طب سريعا كده بقى، لان انا عارف وعاوز استفاد واسمع كتير عن حياه المستشار سامح. ندخل بقى في مرحله الجامعه. مرحله الجامعه هي كانت مرحله بالنسبه لي مرحله فارقه. لان انا اخترت كليه الحقوق على يعني اسس معينه من زمان يعني من زمان. وانا يمكن اول قصه قريتها وتاثرت بيها كانت يومياتها في الارياف للاستاذ توفيق الحكيم. تاثرت بيها بالقصه، وبعد كده بدات اقرا على يعني فلسفه الجريمه والعقاب. قريت حتى الجريمه والعقاب من فتره مبكره. فكان اختياري لكليه الحقوق كان اختيار ممنهج، مش اختيار صدفه يعني. وهو اعتبره كده يعني انا اقدر اقول ان هو كان هدف. طبعا كان هدف ان دراسه القانون نفسها، خصوصا لما تشوف كليه الحقوق كلها شامله. طبعا كليه الحقوق يعني انا بعتبرها كل الكليات بتهتم بالدراسات الانسانيه والقانونيه. اكيد. فما فيش دراسه انسانيه مش موجوده في كليه الحقوق. فانت امام موسوعه كبيره في قانون جميع القوانين، الشريعه، فلسفه القانون، تاريخ القانون، الاقتصاد، هي جامعه كل القانون الدولي، كل حاجه. فانا يعني استهوتني، وكان بالنسبه لي يعني انا بعتبر التفوق الحقيقي بدأ في انت داخل حاجه بتحبها، وده مهم جدا. يعني جدا برضه عشان برضه لو جت لنا كانت هدفك وانت في الثانوي بالظبط كده. ولازم نتكلم بعد كده يعني اذا كان في مجال نتكلم عن التعليم هنا وبره. يعني معظم التعليم الناس بتعتمد على التنسيق. انا ميولي فنيه بس جبت مجموع قمه، اخش طب اخش هندسه بالصح. يعني خلاص المفروض ان انا بختار الحاجه اللي انا عايزها. اكيد عشان تنجح فيها. بالظبط كده عشان تنجح فيها. مش مهم هي ايه بالظبط. مش يعني برضو انا ليا تعليق عن كليات القمه. اي كليه ممكن تبقى كليات قمه، اي كليه طبعا. ممكن تبقى قمه. المهم انت اللي تخليها قمه. يعني انت اللي تخلي الكليه قمه. الله على المعنى الجميل طبعا. وانت اللي تخلي الشهاده لها معنى. طبعا. مش بالشهادات. العلم موجود في كل المجالات. بالظبط كده. والعلم ممكن تتملكه، ممكن تتملك معلومات وبعدين تمتحن بيها، لكن ده مش العلم. العلم ان انت تستنبط من شيء انت اتعلمته وتبدع فيه وتبتكر فيه. وده فرق بين التعليم عندنا والتعليم بره في الجامعات بره. مظبوط. يعني كليه الحقوق بالنسبه لي كانت كليه مش كليه مش معهد دراسي او كليه دراسيه. وامتحان وحاجات كده. لكن بالنسبه لي انا عندي كتب كليه الحقوق حتى الان بتاع السنه اولى. لان كتاب كليه الحقوق كتاب يبقى. كتاب يدوم. طبعا. ما هوش منهج مؤقت بمتحن فيه واركنه. لا، لان المعلومه اللي فيه معلومه متداوله موجوده. بالظبط. تحتاجها في اي وقت. عايشه مع الانسان في اي وقت. فهي كليه الحقوق كليه يعني لها قدر عظيم جدا حتى في التاريخ. طبعا. هي كانت من كليات القمه من زمان. طبيعي. حقيقي. وما زالت في كل العالم على فكره. انا شفت جامعات في العالم كليه الحقوق تمثل فيها كليات يعني القمه يعني المفروض بتاعها. مظبوط. لكن كليه الحقوق من الكليات اللي هي عظيمه جدا بتاريخها، اشخاص اللي اتعلموا فيها. فانا دخلت كليه الحقوق بناء على يعني حب صادق او عشق صادق كمان بيني وبين كليه الحقوق. عشان كده انا بعتبر ان يعني سنوات التفوق الحقيقي بدات في الجامعه. لان انا كمان اتخرجت اول دفعه. الله. اتخرجت اول دفعه شفت بقى هنا بدايه الحب للدراسه ازاي؟ بالظبط. يعني انت عشان بتحب الدراسه بادئ فيها متفوق. وهي على فكره ده مش ذكاء ولا عبقريه ولا حاجه. يعني انا مش بعتبر ده ذكاء ولا بعتبر عبقريه ولا حاجه. لكن هو انا كنت اول الدفعه مش بالتحصيل لكن بالاستنباط. وده انا بقول والفهم. وده دايما اللي بقوله حتى للطلبه اللي بيعمل التفوق بالاستنباط. صح. والاستنتاج.
والفهم، مش الحفظ ابدا. يعني من الحاجات اللي السيئه ده ممكن الحفظ يعمل العكس. ما هو ده اللي بيتقال، لأنك الحاجات ممكن السيئة تنسى. إن كليه الحقوق كليه حفظ. مش مستحيل حد يتخيل ان كليه الحقوق كليه حفظ. لا لكن هيحفظ ايه؟ بالظبط كده، هيحفظ مجلدات. بالظبط. فهو كانت يعني سنوات بعتبرها التفوق الحقيقي كانت هي كليه الحقوق. وبدا الميول الادبيه عندي بقى يعني تظهر. الميول الادبيه هنا بدات وانت في كليه الحقوق، ولا كانت بادئه بدري شويه وانت في ثانوي كنت بتحب؟ لا، بدات بدري. الميول الادبيه بتبدا بدري جدا اكيد. يعني طبعا، حتى من بدايه موضوع التعبير او الانشاء. ايوه، بيبان ما هنا اول خط في انا عندي في الادب. الكلاريس بتاعتي اللي كنت كاتب فيها حاجات. عندي الميول الادبيه بتظهر. عشان كده برضو انا بتكلم بقى للاسره هنا. لما يكون طفل عنده ميول ادبيه اديله ورقه وقلم. الله. ورقه وقلم يمارس هوايته فيها. شجعه، قول له اكتب وريني، شجعه. مش مهم الشخبطه اللي بيعملها، مش مشكله، اكتب خواطرك، اكتب قصه قصيره، اكتب شعر، اي حاجه اكتب. لو عندك ميول ادبيه هتبان من 7 سنين طبعا، او 10 سنين طبعا. خليه يكتب ورقه وقلم، اكتب كتاب، اديله قصه يقراها، قصه اطفال، اي حاجه. نتكلم الاسره بقى. اذا كان في بادره تفوق عند طفل معين في الكتابه، في الرسم، في الموسيقى، في الصوت، في اي حاجه، ما تسيبوش. نميها معاه من صغره. في الرياضه طبعا. احنا هنا مهتمين. لو انا ابني بعمل لمستين فنيين في الكوره، هروح اجيب له الكوره واجيب له التيشيرت واجيب له مش عارف ايه، وعكس كده ممكن يعني. لا يعني الكوره برضو من الحاجات اللي هي لا انا الرياضه عموما. لكن مع الرياضه عموما ما في وسائل كتير ممكن اكتشفها في الطفل تنمي موهبته، او بيكون عنده موهبه مبكره زي كل اللي قلنا عليه دلوقتي. مظبوط. فهي بدات معاك من بدري شويه. لكن كليه الحقوق بقى اثقلتها طبعا، لان كليه الحقوق عباره عن قصه، بعتبر قصه كبيره، قصه عظيمه. كل حاجه يعني. كمان لما تيجي تتكلم عن الجريمه، الجريمه يعني دي اعظم واغرب قصه في التاريخ. فيها دوافع وفيها يعني هي مش جزء من الحياه، هي اغرب من الحياه. يعني الجريمه، او انا يمكن قريت الجريمه بطريقه مختلفه شويه، بطريقه متعمقه اكتر، فحسيت ان هي سلوك انساني غير عادي. انا معلوماتي انك انت محضر ماجستير في حاجه معينه في القانون الجنائي. كل شغلي في القانون الجنائي. وحاليا يعني رساله الدكتوراه بعدها برضه في الجريمه، في السياسه العقابيه الحديثه. جميل. اللي هي برضه لو جاء وقت يعني، لو يجي فرصه ممكن اتكلم عنها شويه ان شاء الله. لكن الجريمه دايما مرتبطه بالكتابه، الفن. ايه علاقه الجريمه بالفن؟ لان التصوير الجريمه، هقول لحضرتك حاجه. المجرم هنا بيعمل اخراج مثلا وبيعمل سيناريو للجريمه بتاعته. بالظبط. كنت صح. هقول لك حضرتك في من اهم الحاجات اللي هي مصطلح دولي عالمي يعني مسرح الجريمه. في مسرح الجريمه. مسرح الجريمه. ايوه. في مسرح بتاعنا. مسرح اللي موجود حتى معلوماتنا احنا قاعدين لما يحصل جريمه حضراتكم بتطلبوا ان الجريمه تصور وتبقى تنتقل لمسرح الجريمه فورا. مسرح الجريمه ده فيه اغرب من الخيال، اغرب من الروايات. انا دايما كنت يعني بعض الكتابات عندي بتربط بين مسرح الجريمه ومسرح الحقيقه. الله. يعني في تشابه. والمسرح عندي مسرح الجريمه مسرح الام. انا بعتبره انه اول مسرح واقدم مسرح في التاريخ. جميل. مسرح الجريمه. مسرح الجريمه انت ممكن تشوفه بعين نظرات عابره، ممكن تشوفه بتامل وبعمق، هتكتشف فيه حاجات مأساوية. وممكن اشوفه برؤيات مختلفة. طبعا هتشوف فيه ضعف انساني، هتشوف فيه قسوة، هتشوف فيه ضعف، هتشوف فيه شهامة، هتشوف فيه خيانة، هتشوف فيه كل حاجة. كل الدوافع الإنسانية ممكن تشوفها موجودة في الجريمة. كل أنماط البشر تشوفها في مسرح الجريمة. كل السلوك الإنساني اللي اتكلم عنه علماء النفس هتلاقيه في مسرح الجريمة. فمسرح الجريمة هو وصف مش هتقدر توصفه إذا كنت بتكتب كويس. صح. وإذا كنت بتقرا كويس. بالظبط. وإذا كان عندك ميول أدبية. عشان كده لما كنت ورا وكيل نيابة كان المحامي العام عايز بيه أبو الخير بذكره بكل خير، لأنه يعني الأساتذة الكبار اللي اتعلمت منهم كان هو عارف إن أنا بكتب.
فكان يحب يقرا مسرح الجريمه في المعاينات اللي انا بكتبه. كل يعني اكتب زي ما انت عايز حضرتك بتصور المساله بالكتابه، فاللي يقرا المحضر بتاع وتوصف. المعاينه كانه كان موجود معايا. اه ده مسرح جريمه. وبعدين بعد كده لما بقيت رئيس نيابه، وبعد كده بقيت حد محامي عام. طب ما احنا هنا عاوزين بقى نقوله في بعد مرحله الجامعه، اول يوم في تعيينك او تحكي لنا انت اتعينت فين الاول تمام. وتعينت ازاي تمام. انا كنت اول الدفعه بتاعتي، فكان كان في ترشيح في جامعه اسكندريه بس في قسم القانون التجاري. تمام. انا ما حبيتش القانون التجاري، فترشحت من الجامعه لجامعه في شبين الكوم. كانت لسه مفتوحه جديد في تقديم معيدين. حتى كان فيها اولى وثانيه بس ما فيهاش ثالثه ورابعه. ورحت هناك قدمت الورق وكده على اساس ان انا عايز اتكلم يعني اتعين في المجال اللي انا بحبه واقدر افيد فيه اكتر. لكن في الوقت ده تعينت في مجلس الدوله. ففضلت مجلس الدوله. في بدايات مجلس الدوله جاء تعييني في النيابه العامه. فانا بقول لحضرتك كنت اول الدفعه، فكان الطريق الحمد لله يعني كان في الفتره هنا بقى اتعينت قابلت النيابه العامه عشان انت قلت لي الفتره هنا انا قابلت سياده المستشار ضياء شلبة. طبعا ده هو مش قابلته. ده هو من اول يوم صدر فيه قرار جمهوري تعييني كنت عنده في البيت. الله. قلت علمني. فهو حتى انا فاكر عباره قال هو يعني اكيد يفتكرها. في المحاضر بتاعه النيابه بيسموها الايراد. ايوه. الجنح والمخالفات والعوارض وحاجات كده يعني. احنا هم بيسموها ايراد، انا ما اعرفش. فبيقول لي هو بيقول لي الايراد، بس قال لي خلي بالك الايراد ده مش فلوس، الايراد ده محاضر. فانا فاكر العباره اللي قالها لي حتى في البيت عنده اول ما اتعينت على طول. ان هو كان ضياء بيه كان سبقني في التعيين، فهو اول حد قابلته في حياتي بعد ما تعينت. وهو من القضاة اللي يعني حاجه تشرفني قوي. وهو برضو من القضاء اللي فيهم برضو الفن يعني. اول ما قعدنا اول لقاء مع سياده المستشار ضياء، وقبل ما نسجل فحد شغل موسيقى. اول ما الموسيقى اشتغلت قال لي شمس الاصيل. قلت له على طول انا مش مع مستشار دلوقتي، انا مع فنان. لا هو حضرتك دلوقتي انت برضو اتجاهاتك ادبيه. بص على حاجه يعني مفيش مجال اقرب الى القضاء اكتر من الادب والفن. الله. حقيقي يعني كمان الانسان اللي هو بيهتم بالادب او الفن عموما ده انسان، يعني انا بعتبره انسان يعني انسان جميل من جواه. شخص هتلاقيه ما عنده سلام داخلي. جميل. عنده اتساق مع نفسه. بنتكلم على السفر. السفر احنا قلنا اول رحله حضرتك قمت بيها كان لندن. بالظبط. كانت لندن. بعد كده كانت زياره مستمره. حاولت يعني بحاول اكمل اللي انا ابتديته. برضه في لندن ولا في؟ شفت طبعا بلاد في اوروبا كتير. لكن اهتميت بلندن عشان احنا هي بتهتم بقانون معين تمام. مختلف شويه عن القانون اللاتيني اللي احنا المدرسه اللي احنا بنتبعها اللي هي ممثله في فرنسا ومصر. تمام. فكان بالنسبه لي قانون جديد او يعني نظام قضائي جديد. لكن شفت النظام القضائي هناك في انجلترا وشفت المحاكم كلها، وبرضه طبعا رحت فرنسا وشفت محكمه النقض الفرنسيه اللي هي يعني بتماثل محكمه النقض المصريه. فشفت جامعات كتير بره يعني اعرقهم. شفت سوربون في فرنسا، واوكسفورد وكامبريدج في بريطانيا. وتعايشت فتره من الفترات في اوكسفورد وكامبريدج. شفت النظام التعليمي ازاي، شفت المدرج شكله ايه، الدكتور بيتكلم ازاي، الطلبه ازاي. نظام التعليم هناك اكيد في فرق بينه وبين هنا. يعني شفت ايه هناك كنت تتمنى ان هو يطبق هنا عندنا؟ هو كان موجود زمان عندنا يعني. الجامعات المصريه هي جامعات لها تاريخ طبعا، لكن في فتره معينه الكم بيغلب على الاشياء. العدد بالظبط. وبرضه الكم بيغلب على الاشياء. وامكانيات كدوله بتنقص عمليه الكيف على طول. لكن ده لازم نصلحه فورا. تمام. لان الجامعات عندنا بدات تقدم شهادات اكتر ما تقدم عقليات. وده مش صح. يعني التعليم الجامعي عندنا ما بقاش ينتج فكر، لا ينتج شهاده، وده مش مظبوط وده مش مطلوب. المفروض دي الرساله الحقيقيه.
بالظبط كده. المفروض تدي رساله حقيقيه للجامعه. فهو الجامعه هناك بتعتمد طبعا على مش على الحفظ نهائي ولا على نمط دراسي معين، بتعتمد على الابداع طبعا، بتعتمد على التطور الفكري، المناقشه وعلى الاضافات اللي بيضيفها الطالب او اللي بيضيفها الطالب المتعلم، شريك للاستاذ او للدكتور. يعني مفيش حد بيتكلم والتاني يسمع، الله مفيش الكلام ده. الله على لفظ شريك للاستاذ. بالظبط كده. عشان كده يعني دايما هو مش متلقي بس. لا مش دايما. انا لما يعني بدرس قانون الادارات الجنائيه في كليه الحقوق جامعه اسكندريه، الدروس العمليه، اول محاضره بقولها مش في القانون خالص. القانون هنتكلم فيه، لكن اول محاضره ولا ازاي العلاقه تكون بين الاستاذ والطالب. علاقه حوار، علاقه تبادليه بالتاكيد. حوار. ما فيش حد يملي على حد فكره بدون ما تحلل وتناقش. اول حاجه بقولها لهم ان انا كل اللي هقوله ده افكار نسبيه، حقك انك توافق عليها، تخالفها كلها. تخالفها طبعا، مع انه المفروض يكون مثلا علم معين اخالفه. لا، في نظريات ولا في ثوابت مش ما نقدرش نختلف فيها، لكن في نظريات ممكن نختلف فيها. طبعا. في اراء اي نظريه ممكن نختلف فيها طبعا. نظريتها غير نظريتي، وحتى الثوابت ممكن نختلف فيها اذا كانت ثوابت غير صالحه. مظبوط، تتغير، انها مش مقدسه. تتغير بالحوار، بالنقاش، مش بالاملاء. عشان كده انت بتطلع طالب عالم او بتطلع حد يعني فيه. اتمنى ده التعبير عن الفكره الصريحه. يعني هقول لحضرتك حاجه، في اوقات كتير بكون انا غلط. الطرح اللي انا طرحته في حد تاني طرح احسن منه. جميل. من اللحظات اللي بتسعدني شخصيا، بحس ان في امل. لكن كون ان حد يستمع وحد يتكلم بس، دي ادوار انتهت في العالم. ايوه، مفيش في التعليم كده خلاص. المدرس بيتكلم والطالب حاطط ايده في جنبه وبيسمع وينفذ الاوامر وينفذ اللي اتعلمه. التعليم بره بيعتمد على الابحاث، بس الابحاث الحقيقيه والابداع الفكري. وانا شفت طلبه هناك في اوكسفورد وكامبريدج، يعني التعليم حر، مفيش قيود، وبالتالي في سعاده في تلقيه. طبعا اكيد. في تعايش. يعني جامعه اوكسفورد المدينه نفسها عباره عن جامعه. فانت بتتعايش طول السنه، طول يومك او طول السنه كلها في مدينه كامله هي مخصصه للتعليم. فبالنسبه لي ده مهم جدا. يعني بالنسبه لي التعليم نفسه اهم ركيزه في بناء اي وطن. اجمل بلد انت رحتها، انا بتكلم على الجمال او الناحيه الفنيه بقى، او الناحيه الفنيه. ما اقدرش اقول لك اجمل بلد، ولا اوروبا كلها واحد. لا، هقول لحضرتك حاجه، كل بلد لها جمالها. لها جمالها المختلف. يعني مثلا مصر جمالها مش ممكن يقارن. يعني هي اجمل، جمالها مختلف. مختلف تاني. جمالها من الحضاره. طبعا. والتاريخ. طبعا. فجمالها لوحده. انا متهيألي المنظر الطبيعي اللي وراك ده مش موجود في اي مكان. النيل ده شويه، يعني النيل وجماله ده طبعا بالطبيعه بتاعته. طبعا. اي بقعه في مصر هتلاقي فيها جمال. انا شفت اثار كتير ومعابد كتير في مصر تختلف. الحضاره الفرعونيه بتختلف عن كل الحضارات حقيقي. لكن اوروبا جميله، اوروبا فيها حضاره وفيها في حاجات لا احنا لازم بقى يعني نتعلمها، ان نحافظ على الجمال، الشكل. طبعا نحافظ على الشكل الجمالي للبنايات نفسها، الشكل المعماري. يعني مش قلنا ان احنا حضارتنا كانت بتقوم على تشييد معابد بكل الجمال والروعه اللي فيها، وبعد كده تقلبها مدينه بهذا التشوه، هذا القبح. نرجع بقى من السفر للفن. الفن في حياه مستشار سامح ايه؟ لان انا شايف بقى في ادب وفي هنرجع بقى من السفر ونركب طيارتنا كده ونرجع مصر ونتكلم عن الفن ودوره في حياه المستشار سامح. الفن عموما هو مش دوره شخصي بس في حياتي، هو دوره في حياه الشعوب كلها. اكيد. وانا شايف ان هو من اكتر الاشياء اللي ممكن تؤثر ايجابيا في تاريخ الشعوب وحياه الشعوب.
ويعني مصر كانت بتعتبر وما زالت تعتبر الفن من القوة الناعمة طبعا لها. طبعا. يعني احنا عندنا سينما هي يعني تقريبا هي السينما الاولى في مقام- في المنطقه هو العربيه. يعني ممكن تقارن بالسينما الامريكيه، ممكن مع فرق الكميات، لكن كان عندنا مسرح كمان، مسرح فتره مبكره جدا. يوسف الوهبي مثلا بيتعلم مسرح في ايطاليا طبعا. ونقلوا لمصر. عندنا سينما برضو من فتره مبكره جدا، صناعه السينما من فتره مبكره جدا. عندنا ادب وشعر وكتاب، وعندنا صوت ام كلثوم، الهرم. القوة الناعمة طبعا في تاريخ مصر حتى هذه اللحظة. صوتها كانت يعني افضل سفير للعرب مش لمصر بس. كان عندنا اوبرا مصرية، الاوبرا القديمة من يعني التاريخ اللي انشأت فيه الاوبرات في اوروبا. ايوه. فما عندناش اي يعني مبرر ابدا ان احنا يكون عندنا جانب فني مهمل. لازم يكون عندنا مسرح قوي، مظبوط. لازم يكون عندنا سينما قوية، لازم يكون عندنا ادب قوي ومؤثر. كل دولت اسلحه القوى الناعمه. طبعا. طبعا هي القوى الناعمه. اللهجه المصريه يعني انتشرت في كل انحاء الوطن العربي عن طريق فنها، عن طريق الفن، عن طريق السينما، عن طريق الدراما وعن طريق طبعا الفن. طبعا طبعا طبعا. اخذنا جائزه نوبل عن طريق الفن. نجيب محفوظ. طبعا. ام كلثوم مش كوكب الشرق ده دي صوتها كانت في اكبر مسارح في اوروبا في باريس، لف العالم يعني. الفن مش هوايه، يعني الفن مش هوايه ابدا، الفن يعتبر جزء من الحضاره، جزء مهم. انت شايف دلوقتي ايه؟ هل هو دلوقتي مريض او يعني في تقصير؟ لان الفن زمان، واحنا بنتكلم عن زمان، دايما نقولوا ايه؟ زمن الفن الجميل، زمن الفن الجميل. صحيح. شغل بقى المهرجانات اللي بتطلع دلوقتي وشغل الحاجات اللي انت شايف البنايه المشوهه، حتى المسرح برضه البنايه المشوهه. ايوه. اللي احنا بنشوفها دلوقتي هي بالظبط الكلمات المشوهه بتاعت الاغنيه، بتاعت الموسيقى المشوهه. للاسف قبح، اسمه قبح ما اسموش فن. وللاسف القبح بيبقى سريع الانتشار اكتر. بالظبط. احنا دورنا ايه؟ دورنا نتمسك بالفن الحقيقي. نحارب ده ازاي بقى يا سامح بيه؟ اقول لحضرتك يعني انا ضد ان انا اوقف المهرجانات، لان المرغوب دايما الممنوع دايما مرغوب. اهاجمه ازاي؟ انا كنت عندي يعني مجموعه مقالات بكتبها ان شاء الله تخرج عشان نرجع ذوق ولادنا تاني. انا عندي مقال كتبت اسمه قاوموا القبح. لازم نقاوم القبح بالطريقه اللي حضرتك بتقول عليها. انا نقاوم القبح بالجمال. طبعا. الجمال اقوى من القبح كتير. بالظبط، هو اللي ينهيه. والجمال بيطرد القبح. يعني انا لما اعلم طفل من صغره، من 5 سنين و6 سنين و7 سنين، على انه يسمع موسيقى كويسه او يتعلم، اذا كان عنده موهبه انه يتعلم يعزف، اكيد هيطلع شاب طبعا ذوقه كويس. طبعا اكيد. انا اديله قدرته التخيليه، الخيال. تعرف حضرتك في دراسات قديمه يعني بتقول ان الخيال ده يعني من اعظم بوادر التفوق، يكون عندك خيال واسع. وزمان لما عملوا دراسه لقوا ان اللي كان بيسمع راديو زمان خياله اوسع من بيسمع تلفزيون، لان هو بيسمع ويتخيل ويخرج في دماغه. صح. ويعمل لنفسه اخراج مختلف عن كل واحد. بالظبط كده. لان قدرته الابداعيه بتكون اعظم اقوى لانه بيسمع فبيتخيل الصوره. عكس انك تشوف الصوره قدامك ليل نهار بتضعف قدرتك على التخيل طبعا، بتضعف التفوق، بتضعف الابداع. فنقاوم القبح ده مهم جدا في كل حاجه، بالجمال. جمال في كل حاجه، جمال البنايه، شكل البنايه، شكل الادب، القصه، شكل السينما، شكل المسرح، شكل الاغنيه. انا عشان بتكلم هنا برضو عشان يعني انا اذكر قصر المحموديه بكل حضرتك كنت متواجد في قصر كنت وانا طفل احب اتفرج على البروفات. يبقى كنت بتتفرج عليا. طبعا ايام اسامه حسنين بقى، والله يرحمه، محمد محمد ده يعني من الناس الشخصيات العظيمه
الله. انا كنت طفل طبعا، ما اقدرش اقول الله عليك. ما كانش في علاقه بيننا، آه. كان في فرق عمر كبير يعني. اه لكن هو كان شخصيته فنان، طبعا. شخصيه فنان ما يقلش عن اي فنان. كان هو اصل الثقافه، كان هو المسرح لانه كان عنده عندنا. رساله، كان عنده رساله فعلا. كان عنده رساله. وقدر اوصلها لنا كنت بشوف مسرحيات احيانا تاريخيه باللغه باللغه الفصحى. العربيه طبعا مش قادر اتذكر بالظبط، لكن كنت طفل كنت بشوف كنت اشوف العروض اللي بتتعمل في الساحه الشعبيه. فاكر كل حاجه. ده مهم جدا. واصل الثقافه اسمه اصل حتى. اصل الثقافه ده له دور مهم جدا. لو انت عملت مثلا مسابقه او مش مسابقه، كان الاول يا باشا، دورات كان الاول سامع بيه، كان عندنا حاجه اسمها الانشطه المتكامله. طبعا. كانت كل سنه دايما نعملها في الادب وفي المسرح وفي الغناء. وكان اصل الثقافه ايام اسامه حسنين الله يرحمه. كنا بناخد المراكز الاولى. عارف. المركز الاول، وصلنا المركز الاول جمهوريه. شفت الحاجات دي كلها. طب فين الكلام ده؟ هو ده حضرتك بتتكلم عن القبح. ازاي نقاوم القبح؟ هو ده الجمال. طبعا هو ده الجمال اللي يعني بيحارب اصل القبح. الثقافه ده مهم جدا. يعني لازم يكون شعله من النشاط الفكري. طبعا مش هننسى محمد خلوص طبعا. موسيقى، تعليم شعر، ادب، قصه، تمثيل، وعندنا المواهب موجوده. فدي الحاجات دايما مقاومه القبح بالنقيض. ايه نقيض القبح؟ الجمال. الموسيقى الكويسه، الموسيقى اللي هي بتعمل صفاء ذهني. يبقى ظهور الموسيقى الكويسه هتطرد الموسيقى. اكيد. ظهور الاصوات الجيده هتطرد الاصوات الثانيه. ده صح. ده الطريقه المثلى لنشر الجمال. حياه سياده المستشار سامح مليانه بالمغامرات ومليانه بكل حاجه يعني. فاحنا عاوزين نتكلم على السفر في حياه سياده المستشار. السفر من الحاجات المهمه جدا اللي هي اضافت لي خبرات عظيمه جدا. يعني جزء كبير من شخصيتي اتكونت عن طريق السفر. انا قلت كليه الحقوق، قلت النشأة الاولى هنا، وبعدين كليه الحقوق، وبعدين السفر ده بدأ من عند الحقوق لا من عند الكليه ولا بعد لا بدأ بالنيابه بعد التخرج، بعد التعيين. بعد التعيين بعد التعيين. كانت اول دوله انت سافرتها كانت ايه؟ انجلترا، لندن تحديدا. كانت بعثه ولا كانت عباره عن ايه؟ في اول حاجه كانت السفر كان بغرض ايه يعني؟ كان في غرض ان انا اشوف النظام القضائي الانجليزي والفرق بينه وبين النظام القضائي الفرنسي او اللاتيني عموما. يعني اقصد يعني بعثه من العمل، ولا كان على حسابك، ولا ايه بالظبط؟ لا، كان في بحث اتعمل، كان في مسابقه اتعملت في مركز الدراسات القضائيه، فانا كنت من الناس اللي هم عملوا ابحاث كويسه اللي اختاروه. مظبوط. لكن بعد كده بقت خلاص، ما فيش سنه ما سافرتش فيها. معنى كده انك سافرت كتير. سافرت طبعا، حتى السنه اللي فاتت يعني. لان بالنسبه لي ما كانش السفر عباره عن اجازه ابدا. ده كان دراسه، كان تامل، دراسه وعلم وثقافه، وشوف ان هو يعني من الحاجات اللي اثرت في شخصيتي تاثر كبير جدا، واللي كونت عندي حصيله جدا. انا اتمنى ان انا يعني افيد بيها غيري وافيد بيها مجتمعي كله. طالما اتكلمنا عن الفن واصل الثقافه، انا اذكر بكل برضه الاجلال والتقدير للاستاذ محمد هاروس الله يرحمه، يعني فنان شاعرنا الكبير. طبعا انا بالنسبه لي كنت طفل، بس هو يعني علاقات قريبه يعني باسرتنا واسرتهم. الله. فكان يعني شاعر، على ملحن، على مخرج، فنان شامل في كل حاجه. تمام. فنان شامل، فعندك المواهب موجوده وما عندكش ابدا اي نقص في المكان، موجود المكان، بس العقليه بقى، عقليه اداره المكان نفسه كده. انا عاوز ارجع تاني للادب، واتكلم، وحضرتك اتكلمنا عن الكتاب اللي حضرتك الفته، عمر بن الخطاب، برؤية معاصرة، والكتاب الثاني اللي هو يوميات نائب في المدينة. نبذة كده عن الكتابين. هم يعني الكتابين يعني تحت الاعداد لسه ما بينشروا، بس الحمد لله قربت. يعني هم احنا دلوقتي تحت الاعداد قربت انتهي منهم يعني. طب ناخد نبذة منهم. يومياتنا في المدينة الاول، ان هو بدا فكرته في الاول، هو بدا فكرته من بدايه تعيينه في النيابه العامه. تمام. فانا شعرت ان اللي بيعرض عليا في النيابه العامه، واحنا قلنا قبل كده ان هي الجريمه نفسها يعني اغرب من الواقع. وان مسرح الجريمه هو يعني اقدم مسرح في التاريخ. اكيد. فحبيت ان انا اسجل اليوميات
انا اتاثرت قبل كده زي ما قلت لحضرتك عن يوميات نائب في الارياف وأستاذت في الحديد، اتاثرت تمام. بيها جدا. انا تعينت في المدينه، تعينت في فانت بقى ايه خليتها نائب؟ فانا خليتها يوميات نائب في المدينه. نشرت كتير على الصفحه بتاعتي، تمام. ويعني وهل لاقت وهل اليوميات في الارياف اختلفت كتير جدا برافو عن طبعا المدينه؟ طبعا. عشان كده هي نقله مختلفه جدا. اكيد طبعا. نوعيه الجريمه، نوعيه شخصيه مرتكب الجريمه، شخصيه المبني عليه، شخصيه مجتمع المدينه نفسه بتختلف عن شخصيه الريف. فانا لقيت ان هي من المفروض ان انا اوثق هذه اليوميات من الناحيه الفنيه، من الناحيه النفسيه، من الناحيه السياسيه، سياسه الجريمه نفسها، فلسفه الجريمه نفسها، من ناحيه التقويم، من تقويم المجرم، ده من الحاجات اللي انا بهتم بيها. تقويم الجريمه من الحاجات اللي انا بهتم بيها. الدراسات النفسيه للمجرم او للجاني او مرتكب الجريمه من الحاجات اللي انا بهتم بيها. جميل. مقاومه الجريمه بخلاف القانون وبخلاف العقاب، الحاجات اللي انا بهتم بيها. وبالتالي بدات اسجل يوميات. طب لو اتكلمنا هنا عن مقاومه الجريمه. ده حاجات مهمه جدا والعالم كله يهتم بيها من قرون طويله. لان الجريمه هي بتمثل سلوك شاذ جدا، وسلوك عنيف، سلوك قاسي حتى للانسان. وبالتالي لازم نفكر فيها تفكير اكتر من التفكير القانوني، يعني اكتر من ان احنا نضع لكل جريمه عقاب. ده عمليه سهله جدا، والمجتمع الانساني نفسه تجاوزها من قرنين من الزمان. الموضوع مش هي ان انا اضع عقوبه لكل جريمه او اضع عقوبه شديده او ارفع العقوبه. لا، الجريمه يعني لها محاور مختلفه عن كده. يعني صحيح اسس مقاومه الجريمه العقاب، تمام، ما اقدرش انكر، طبعا ما اقدرش انكر، لكن مش كل حاجه. مش العقاب هو كل حاجه، مش العقاب هو اللي هيعالج الجريمه. لا، بدليل العقاب موجود، بس الجريمه ده ساعات العقاب كمان بيزود الجريمه اكتر. دي نقطه مهمه. نقطه مهمه جدا. ولازم نهتم بيها. ما انت ما قومتنيش، انت بتعاقبني بس. بالعكس انا خلقت مجرم. انت بتخلق مجرم تاني جوايا، واقصى عنفا، اكثر عرفا واكثر قسوه. انا تخيلت ان انا العقاب هيصلح، العقاب افسد. بالظبط زي كده الفيلم اللي عمله فريد شوقي زمان، جعلوني مجرما. ده فيلم عبقري على فكره. والله العظيم فعلا مظبوط. العالم كله او النظم القانونيه في العالم ده السفر بقى. والجامعات، العالم كله تجاوز حكايه ان انا اقاوم الجريمه بالعقاب بس. مش دي المقاومه الوحيده، لا، في مقاومه كتير، في مقاومه نفسيه، في مقاومه اجتماعيه، دي حاجات مهمه جدا. العقوبه نفسها ممكن يكون لها جانب سيء جدا على المجرم، اذا كانت في قسوه مبالغ فيها، اذا كانت مش متناسبه مع الجرم، اذا كان في ايدي ان انا اصلح بدون عقاب، ايه المانع؟ الله. اذا كان في ايدي ان انا اصلح بعيد عن السجن، ايه المانع؟ في اجراء احترازي، ايه المانع؟ اذا كان في ايدي ان انا افتح صفحه جديده، ايه المانع؟ المانع فعلا. اذا كان في ايدي ان انا اسامح، اكون انسان من جديد، ايه المانع؟ برافو عليك. اكون، اذا كان في اخلق ايدي انسان من جديد، ان انا اكون انسان من جديد، ايه المانع؟ لان انا بعتبر العقاب ده هو حكم بالاعدام على انسان. خلاص، اخر حلقه في الاصلاح العقاب. مفروض عندما تفشل كل الوسائل الاخرى ابتدي اعمل عقاب. اذا كان عندي وسائل اخرى للتقويم لازم ابتدي. ده مش كلام انا بس، ده كلام كل النظم القانونيه، وحتى التشريع المصري بدا كده. اصل التشريع المصري بدا كمان ينتبه لحاجه زي كده. تمام. فعندنا هتلاقي وقف التنفيذ والافراج تحت الشرط، والاجراءات اللي هي بديله للحبس الاحتياطي الى اخره. يعني كل اللي درسوا قانون يعرفوا حاجه زي كده. احنا يعني مش هنقول في نهايه ده بس انت سالتني على عمر بن الخطاب رؤيا معاصره. ده يومياتنا في المدينه. عمر بن الخطاب احنا معلش رؤيا معاصره من الاشخاص اللي انا بادلها امير المؤمنين عمر بن الخطاب. بس انا بعالج مش سيره ذاتيه. انا ما بتكلمش عن سيره ذاتيه، انا ما بحبش اكتب عن سيره ذاتيه، انا بتكلم عن رؤيه معاصره. يعني ما السياسه التي انتهجها عمر بن الخطاب ممكن برؤيه معاصره
ممكن يعني نسقطها على الحاضر، على الحاضر. طبعا دي الجديد فيها. فكره جميله. بالظبط كده. فكره المعاصره نفسها ده اللي يهمني. طب احنا بقى يعني بصراحه الحديث معاك شيق، وعاوز تعمل حلقات مش حلقه واحده. احنا عندنا 3 رسائل هنا حضرتك المفروض توجههم لمن تحب. اول رساله هنا وهي رساله عتاب. رساله عتاب من المستشار سامح يقدمها لمين؟ رساله عتاب اولا مش هتكون لاي شخص لسبب، مش شخص محدد. ما هو العتاب محبه برضه يا سامح بيه. هو انا ما بخليش جوايا عتاب. يعني في تكوين الشخصي مش بحتفظ بعتاب، لكن هو ممكن يكون رساله عتاب لجيل. رساله عتاب لجيل. وانا مش من هواة على فكره ان اتكلم على اجيال بطريقه انتقص منها. ان كل جيل له تجربه تمام تمام. لكن انا بتكلم على جيل لازم يهتم اكتر بالفكر وبالقراءه وبانه يتلقى المعلومه بالطريقه الصحيحه مش بطريقه فيسبوك. تمام. ولو فيه رساله شكر وعرفان. لو في رساله شكر وعرفان تقدمها لمين؟ اولا طيب انا هبتدي اولا رساله شكر وعرفان. اول حاجه لازم لكل اللي اتعلمت منهم من بدايه التعليم الابتدائي حتى الجامعه وبعد كده، ده بوجه عام يعني. لكن اذا كنت هتكلم بقى بوجه خاص شويه فاوجهها لامي والدتي اللي هي ست الحبايب. طبعا هي السفر كونني شخصيتي، التعليم كون شخصيتي، القراءه كونتني شخصيتي، تجارب النيابه والقضاء كونت شخصيتي، لكن هي اللي صنعت كل شيء. الست الكل. يعني انا حتى انا نشأت احترم المرأة عموما كلها. اي امرأة في العالم كله انا بحترمها لاني نشأت على تكوين شخصي احترم امي بطريقة غير عادية. لو اتكلمنا عن اغرب القضايا في حياة المستشار سامح عبد الله. هي القضايا كتير يعني الحقيقه كتير يعني حتى في سنوات النيابه كان انا كل قضيه كنت بشوف فيها حاجه غريبه يعني لان ما كنتش بقراها بطريقه تقليديه. لكن اذا كنت يعني عايز يعني امثله محدده ففي وقت مبكر في النيابه العامه كانت بدات للاسف جريمه التنقيب عن الاطراف. ودي جريمه على فكره جريمه يعني هي مشينه مش قانونيا بس مشينه تاريخيا وحضاريا وكل حاجه. طبعا. فبدا قراءة بعض الأوراق القضية يعني أشوف عالم جديد خالص بالنسبة لي كان غريب. هو استخدام السحر في الكشف عن التنقيب عن التنقيب. فالحاجات دي أنا شفتها في أوقات كتير جدا وبدأت أبحث فيها لدرجة أن سألت أحد في بعض القضايا يعني سألت أحد المختصين فقال لي هي خرافة لكن منتشرة. في ناس بتؤمن بيها. أنا حققت مع متهمين في بعض آثار قضايا البحث او التنقيب عن اثار من اللي هم بيسموا نفسهم سحرة او يعرفوا الارض دي فيها الدجل بقى والسحر ومن ضمن القضايا الخطيره جدا ان مثلا يطلبوا فديه، الفديه دي تكون دماء وحاجات زي كده يعني تلقى على المقبره لكي تقدم التماثيل الحاجات دي اللي شفتها في قضايا يعني موجوده ودي من الحاجات الغريبه جدا. وده بيرجع لعدم ثقافه المواطن مثلا ولا ايه سببه؟ دي جريمه عظيمه جدا، جريمه يعني انك انت بتعمل نتكلم على مصر والحضاره والتاريخ، نتكلم على معامله الاثار بهذه الطريقه طبعا جريمه مشينه مش مشينه بس قانونيا مشينه تاريخيا وحضاريا. ما اعرفش يعني الحكايه دي بدات تنتشر ليه وادخال السحر والشعوذه في الحاجات دي، لكن انا شفتها عن حقيقه قضايا كتير استخدم فيها السحر والشعوذه في سنوات النيابه. دي من ضمن الحاجات اللي طبعا جرائم القتل كلها كانت بيبقى فيها اشياء كلها اشياء غريبه طبعا. لكن في قضيه انا كتبتها في يومياتنا في المدينه وسميتها قضيه الدكتوره منى. قضيه بدون طبعا الاسماء الحقيقيه لكن انا فاكر في طب وليه هي سميت قضيه الدكتوره منى؟
لان هي كانت الدكتوره كان اسمها منى. عشان الاسم يعني. هي كانت قضيه كان حصلت مشاجره بين زوج وزوجه. فالزوج كان يعني تعدى على زوجته رماها بآلة حارقه. فتم اشتعل جسدها وتم نقلها الى المستشفى واصيبت بحروق من الدرجه الثالثه، يعني تقريبا 70% من جسدها اتحرق. ما قدرتش اسمعها لان رحت المستشفى فورا عشان احاول استجوبها. فقابلتني الدكتوره منى فقالت لي لا يمكن استجوابها. وكل الاتهام كان انصاب تجاه زوجها. التحريات الشرطه والجيران كده، وخلاص يعني قرار الاتهام كان ممكن كله يعني ينصب حول الزوج المتهم. لكن فوجئت بعدها في يوم حد بيقول لي ان في دكتوره عايز تقابلك. لما شفت الدكتوره لقيت لي الدكتوره منى، قالت لي انا جاي اشهد شهاده مهمه جدا. قالت لي ان الزوجه توفت. الزوجه توفت. بجد عليها. قالت لي بس قبل ما تموت قالت لي حاجه لازم ابلغها. قالت لي ان الزوج مش هو اللي حرقها، وان هي اللي حرقت نفسها بسبب اكتئاب او بسبب يعني مشاكل نفسيه. وانا جيت يعني اشهد الشهاده دي. اخذت الشهاده طبعا، وحتى هذه اللحظه انا لا انسى ملامح الدكتوره. ودايما بفكر هل الزوجه او المجني عليها اللي توفت دي هل ارادت ان تسامح زوجها وتبرئه او تبرئه عشان تقابل ربنا وهي يعني سامحاه، او هو فعلا هو فعلا من الحاجات المهمه جدا اللي انا كتبتها بطريقه كويسه. هل الزوجه ارادت انها تقابل ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تسامح الزوج؟ يمكن عشان الاولاد بقى يعيشوا مع الاب. ده غرابه النفس. دي غرابه النفس. انا فاكر ان انا يعني في القضيه دي عملت فيها مشروع يعني امر بالله في اقامه الدعوه بحفظها، فاكر انه توافق عليه واستنادا على شهاده الدكتوره منى. لكن يبقى بقى للجريمه الجانب الثاني اللي قلت عليه. الجانب النفسي، الجانب الانساني، جانب الغموض اللي فيه. وحتى الان اسال السؤال هل هي كان عفو من الزوجه ام دي الحقيقه؟ هنا دايما الجريمه فيها جزء غير مكتشف. يعني الى الان طبعا الحقيقه الكامله ما بانتش في دي. انا ما اقدرش اقول ده الحقيقه مطلقه. الحقيقه النسبيه عندي، ان في شهاده دكتور القت الشك على الدليل، لكن الحقيقه فين؟ ده الغامض عند الله، الغامض عند ربنا سبحانه وتعالى. دايما لا، على فكره الجانب الغامض دايما الجريمه لا يلقى على الاوراق، هو يكون بعيد عن الاوراق. فانا كتبته بطريقه يعني بطريقه ادبيه او بطريقه يعني بتكلم فيها عن النفس الانسانيه، وصورت المجني عليها. وكانت ديت من ضمن اغرب القضايا يعني. مش اغرب، هي فيها اكتشاف النفس الانسانيه. الزوجه اللي ماتت او المجني عليها اللي ماتت دي هل فكرت عملت كده ليه؟ اخر ما قامت به في الحياه والصفح والعفو. الله. هي ارادت كده. سبحان الله. فده من ضمن الحاجات يعني. في هناك يعني في قواضي طريفه ثانيه ممكن تحكيها لنا؟ فيها كتير بس هي مش طريفه قوي يعني. لكن هي فيها كنت انا في نيابه المنتزه، ونيابه المنتزه فيها جزء في المدينه وجزء في الريف. فجالي محضر في محضر تغيب، طفل تغيب عن منزله يعني. ايوه. كام يوم وبعدين اتعمل محضر بالتغيب، وبعد كده اتعمل محضر ان هو تم اكتشاف ان هو متوفي يعني. وكان موجود في مشرحة كوم الدكة. اتعرف عليه اب وقال ان هو فعلا الولد، وهو تعرض لحادثة قطار. في النيابة عملنا امر الدفن طبعا بعد ما التاكد طبعا ان مفيش شبهه جنائيه في الوفاه. تمام. وتم دفن الولد.
يعني حوالي بعدها باسبوع كده او حاجه، فاكر انا لقيت مأمور القسم بيكلمني فبيقول لي يعني انت فاكر الولد اللي احنا كان متغيب ودفناه؟ قلت له اه فاكره. قال لي طب هو طلع حي. بعد ما اتدفن؟ طلع. قلت له ازاي طلع حي؟ فاكتشفنا حاجه يعني غريبه جدا. اكتشفنا ان يعني لما الولد كان في قريه من القرى، فكان ماشى ورا بائع متجول، فقالوا تيجي تشتغل معايا، فالولد راح اشتغل معاه وبقى معايا بيشتغل معايا. طيب مين الطفل اللي الاب شافه وتعرف عليه وقال ان هو ابني دفناه؟ ولد تاني خالص هو اللي تم دفنه. هو تعرض حادثه قطار ووجهه تشوه. والده ما تعرفش عليه او ما قدرش ملامحه في محضر رسمي انه ابني. فطبعا دي يعني هي مش طريفه ولا حاجه، لكن بتكلم على ان يعني كتبتها ان الابن الميت يعود للحياه. طب والواد اللي هو تم دفنه ده ما عرفتوش؟ بقى محضر تاني وقضيه تانيه عايزين نعرف ده مين ابن مين بتاع كده يعني. طبعا يعني استخرجوا بقى ونبلغ عنه وكده، لكن يعني وجابنا الولد بعد كده قال القصه ان مشى ورا بائع متجول، لكن يعني الولد يعود للحياه طبعا بصيغه ادبيه يعني، لكن هي طريفه بس في نفس الوقت مأساة. اكيد طبعا. الرساله الاخيره وهي رساله اعتذار. الرساله دي مهمه جدا على فكره جدا، لان انا برساله اعتذار دايما افكر نفسي باشخاص لازم اعتذر لهم. جميل. هم ممكن يكون ناسوا، لكن انا مش دايما افكر نفسي باشخاص لازم اعتذر لهم، واكيد لازم اعتذر يعني اكيد اخطات اكيد. يعني في اشخاص معينه احنا ما بنطلبش من حضرتك يعني اسماء، لكن انا حاسس كده ان انت بتوجه رساله لاشخاص معينه، يا ريت يكونوا هم سامعيننا. ممكن يكون في اشخاص اخطات سببت لهم الم من غير ما اقصد. تمام. بعتذر حقيقي يعني. ممكن يكون اخطات في الاول وفي النهايه بشر. سببت الم لحد. ممكن يعني ممكن اكون في شغلي، ممكن يكون في مسيرتي كلها كان تقديري خاطئ في وقت من الاوقات، لكن انا يعني بعتذر لكل شخص سببت له الم او جرحته. اكيد ما اقصدش. اكيد. وبعتذر، وهو يعني اطلب منه ان هو يسامحني واعتذر. عاوزين كلمه بقى لبلدك ووطنك الصغير المحموديه. وطن الصغير ده وطن له تاريخ، ومش بقوله نوع من التعصب، لكن ده موجود في التاريخ فعلا. جميل. واي بقعه في مصر هتلاقي لها تاريخ. البلد دي او المدينه دي لها تاريخ في كل شيء، تاريخ فني وتاريخ رياضي. فلازم نستجمع كل قوانا اللي هي بتمثل القوى الناعمه عموما. نحن سألتنا عن مقاومه الجريمه، مقاومه التطرف، تمام، مقاومه البطاله، مقاومه العنف. عندنا مقاومات كتير ممكن نقاوم بها كل الاشياء الخطيره دي، عن طريق الرياضه، عن طريق الثقافه، عن طريق النشاطات الاجتماعيه، عن طريق رعايه الاطفال الموهوبين. كل دي حاجات لازم نعملها، وعندنا المقاومات اللي نقدر نعملها ان شاء الله. طيب كلمه بقى اخيره للوطن الاكبر مصر. الوطن الاكبر مصر هو وطن يعني حاجز مكانته في التاريخ الى الابد. تقول لي ايه لمصر في كلمه واحده؟ مصر بكل مقومات التاريخ والحضاره بلد عظيم، وانا افهم ان البلد العظيم ممكن يتعرض للحظات صعبه او فترات صعبه، لكن يبقى عظيم. استتباع القوه الناعمه اللي اتكلمناها في الاول ضروري.
كون ان احنا نستجمع قوانا اللي تجعلنا عظماء كما كنا في التاريخ، ده سهل جدا. مصر تمتلك كل المقومات اللي تجعلها بلد عظيم كما كانت. يبقى اقول لمصر مصر عظيمه وستظل عظيمه. طب احنا طالبين منك بقى كلمه كده لبلدك الجميله المحموديه. هذه المدينه تستحق انها تاخذ موقعها في ادب، في الفن، في الرياضه، فيها اعلام كتير، في ناس كتير عندهم تجربه مهمه جدا ومهمه عظيمه جدا في كل المجالات. تمام. البرنامج بتاعكم ده فكرته عظيمه جدا، الله ممكن يعني نستفيد منها، لان موضوع البرنامج هي مش سيره ذاتيه اكتر من تجربه. في اشخاص هنا يستحقوا ان احنا نسمع تجاربهم. اذا كنا اتكلمنا على الفن خلينا نتكلم برضو على الرياضه، واذكر الكابتن الاستاذ سامي العزب. عشان برضو انا احنا بنحاول والله يا سامح بيه ان احنا نوصلوا له ان شاء الله، لان هو من الناس اللي كنت وان شاء الله باذن الله يعني اشوفهم، يعني هو وانا من خلال اللقاء مع حضرتك انا بقدم دعوه للاستاذ سامح العزب، سامي العزب اقصد، ان هو يعني يشرفنا في البرنامج. عنده تجربه مهمه جدا. انا من الناس وانا كنت طفل كنت دايما اروح اشوف له، انه كان لعيب مبهر حقيقه يعني طبعا. وانسان عنده شيء عظيم ممكن يتقال وغيره، انا مش عايز اذكر اسماء، لكن فكره البرنامج دي ممكن تبني لنا نماذج كتير جدا في هذه المدينه. النماذج دي على فكره ممكن يكون ناس بسطاء بس عندهم تجربه عظيمه. اكيد يعني أكيد ممكن أكيد انسان مكافح، انسان صامي، حتى لو ما كملش تعليم بالدرجه الكافيه ما عندوش مشكله، عنده تجربه عظيمه. احنا هدف البرنامج بتاعنا ان احنا بنحاول نسجل ونوثق طبعا اولاد البلد المحموديه. هو هيبقى في تكامل بين المدينه العظيمه دي اللي لها تاريخ، والبرنامج اللي ممكن يسلط الضوء على اشخاص لهم تجربه عظيمه جدا ممكن نستفيد كلنا منها. احنا في اخر حديثنا بنوجه لحضرتك كل الشكر انك انت شرفتنا في البرنامج المتواضع ده، وتحياتي لحضرتك. انا اشكر حضرتك جدا واذكر الاستاذ انور عمر. الله يخليك. وانا تشرفت الشرف لينا والله. يعني كل اللي ممكن يعني يسمعونا او يشوفونا، واتمنى اكون يعني قدمت حاجه بسيطه، يعني تجربه مش شخصيه لكن تجربه ممكن تكون موضوعيه لنا جميعا. اكيد اكيد اكيد. نورتنا. شكرا. الحقيقه من اول وقت كلمني فيه الاستاذ انور عمر معد هذا البرنامج عشان اكون ضيف فيه، وانا في حاجتين مهمين جدا شغلوني. اول حاجه الموضوع اللي هتكلم فيه، القيمه اللي انا ممكن اتكلم فيها او التجربه اللي انا ممكن اتكلم عنها. الشيء الثاني اللي شغلني جدا الاسماء. طبيعي اي شخص بيتكلم عن تجربه شخصيه او ذاتيه او بيتكلم عن نشأة، فلازم يتكلم عن اسماء ارتبط بيهم، كان لهم دور كبير جدا في نشأته وفي تكوين شخصيته. الاسماء بالتاكيد ما اقدرش احصي كل الاسماء، الذاكره مش هتقدر تمكنني ان انا احصي كل الاسماء. الحاجه الثانيه ان انا فضلت يكون حديثي اكتر عن التجربه نفسها، التجربه بكل ما فيها من موضوعيه اكتر ما فيها من شخصيه او ذاتيه. لكن رغم ده انا يعني ارتقيت ان انا لازم اذكر بعض الاسماء اللي هي بعتبرها رموز بالنسبه لي. اول هذه الاسماء هم خلاني الله يرحمه، اللي هم كان لهم الدور الاكبر والاعظم في تربيتي وفي نشأتي. ارتبط بيهم اشخاص معينين لازم انا حتى هذه اللحظه بعتبرهم رموز بالنسبه لي، منهم من رحل الى رحمه الله، ومنهم ما هو يواصل العطاء حتى هذه اللحظه. من بين هذه الشخصيات الاستاذ محمد زكي الله يرحمه. الاستاذ محمد زكي هو مدرسي ومدربي في نفس الوقت، والاستاذ سامي العزب كانوا اصدقاء خالي متصل الله يرحمه، اللي هو كان بالنسبه لي اب بمعنى الكلمه. من الاشخاص كمان مهمين جدا الاستاذ محمد طروس الله يرحمه، وانا هتكلم عنه بعد كده، والاستاذ محمد الحلو، كانوا اصدقاء خالي فوزي الله يرحمه. من بين الاسماء اللي هم بيمثلوا لي يعني رمز كبير جدا حتى هذه اللحظه
الاستاذ حسن الكاوي والاستاذ مجدي الحلو، وهم كانوا اصدقاء خالي نبيل الله يرحمه، صداقه يعني غير طبيعيه ولا تتكرر. هذه الاسماء لها دور كبير جدا في تكويني الشخصي وفي نشأتي. في مكانين مهمين جدا هتكلم عنهم بتفصيل اكتر شويه، قصر الثقافه ومركز الشباب. قصر الثقافه هتكلم عنه بمناسبه الفن عموما. مركز الشباب فيه اشخاص مهمين جدا لازم اذكرهم. اولهم كان رمز الرياضه في هذا البلد المرحوم استاذ عبد السلام خاطر، وانا عندي صور ليه معاه وانا عندي تقريبا 10 سنين او اقل من كده. هو كان اطلق علي لقب بالخواجه، فضل هذا اللقب يعني يلازمني طوال فترات الطفوله. من بين الاسماء كمان المهمين جدا اللي لازم اذكرهم المرحوم طلعت المنشاوي، والاستاذ الكابتن محمد اللبان، والكابتن رضا فوزي. كان لهم دور كبير جدا في ارتباطي بالرياضه وكره القدم بوجه اخص. دي بعض الشخصيات اللي انا يعني ما اقدرش ان انا امر عليهم مرور الكرام، لابد ان اذكرهم انه كان لهم دور كبير جدا واحترام وتقدير كبيرين جدا في حياتي. بعد كده هتكلم عن الموضوعات نفسها بشكل موضوعي اكتر ما هو شكل ذاتي. ان شاء الله اتمنى يكون الحديث يقدم قيمة معينة او بعض القيمة على الاقل، او تجربة ممكن تكون مفيدة او تقدم حاجة لجيل تالي. اتمنى ده ان شاء الله يكون حديث موفق وبيدي رسالة معينة. اشكركم جدا.